احنا طبعا شفنا اغنيه كثير جميله للفنانه اروى، والاغنيه كانت ريشه. احنا تكلمنا في فقره قراءه في الصحف العربيه والخليجيه والعالميه بجريده الوطن السعوديه، وقفه كثير جميله للفنانه اروى، يعني انها هي تقاطع طبعا الدنمارك، ووقفت حفلتها بسبب الاساءه والرسوم الغريبه اللي طلعوها في وسائل الاعلام الدنماركيه عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فوقفه كثير حلوه من قبلها، واتوقع يعني يحسب لها نقطة في رصيدها. نعم، موقف جميل يعني، ويفترض انه الجميع يحترموا الاديان ويحترموا زي ما احنا نحترم كل الرسالات السماويه وكل الرسل. واعتقد انه هذا اللي بيعملوا هذه الاعمال او يقوموا بهذه الاعمال هم مش مرتزقه، يعني يبحثوا عن المال لا اكثر ولا اقل. هم لا يمثلوا كل الدنمارك اكيد يعني، او كل الشعوب، لان بالنهايه احنا بنحترم دينهم، هم يحترموا ديننا، بنحترم انبيائهم، فئه معينه هم يعني. موقف جميل. نعم، يعني اليوم موضوعنا كان موضوع شيق عن المرأة ودور المرأة اللي أصبحت الحين سفيرة، أصبحت وزيرة، وكيلة، مديرة، طبيبة، مهندسة في شتى المجالات ومختلف المجالات. هدى يعني أصبحت الآن تعمل مع الرجل وهي سواسية في مختلف الأمور، وهذه شغلة يعني كثير جميلة في حق المرأة. صحيح. نعم. حضور المرأة واضح يعني وموجود، وأعتقد أنها هي حصلت على جزء كبير من إنجازاتها بشكل يعني مؤكد ومطمئن. لكن انا عجبني كلام الدكتور شيماء، دكتور عبد الحميد الانصاري، لما حكى انه في شيء اسمه ثقافه، يعني مش بس اوكي القانون كفل حقوق المراه وكامله، بس في جزء كبير يتعلق بثقافه المجتمع. انا دائما كنت اتمنى انه يعلموا الاطفال في المدارس في المناهج التعليميه انه المراه والرجل هم يعني كائن واحد متساويين، باستثناء الخلافات او الاختلافات البيولوجيه، يعني اللي هي ما تعني في واقع الامر يعني شيء كبير. هو حكى ايضا عن المراه كيف انها هي ممكن تكون عدوه للمراه. المراه اللي هي الرحم اللي بينجب الرجل، ساعات بيكون رحم ينتج التخلف لما تقوم بعمليه تفريق بين الولد والبنت. وعاده لو تلاحظي شيماء، الرجل المتسلط واللي بيقمع المراه هو في الواقع شخص مقموع من الداخل، هو ضحيه للمراه اللي رباتها على القمع والعنصريه ففي امور كثيره اعتقد، ويجب المراه ايضا تتعامل مع حقوقها، ان هي مش منحه هديه. يعني المراه العربيه لازم تشتغل وتبحث عن حقوقها، لانه هذه ما هي هديه ولا هي منحه، هذه حقوقك، فضروري انها تسعى وتبحث وتقرا. صحيح. وانا اتوقع يعني مش بس ما نقدر احنا نرمي العتب فقط على وسائل الاعلام، يعني ايضا انه احنا عندنا برامج مختلفه نشوف حقوق المراه ونتعرف عليها، وايضا هناك يعني ضروري انه الوحده تقوم ايضا في حاله اي موضوع يخصها انها تتعرف على القانون وتتعرف على طبيعه حقوقها من قبل القانون، بما انه اعطاها الحقوق في شيماء. القانون وفر للمراه العربيه حقوق كثيره، يعني من ايام يعني مثلا في تونس مدونه المراه والرجل من سنه 56، يعني منذ زمن طويل. دور المراه هي اللي يجب ان تعمل على تطوير نفسها وتشيل افكار كثيره من راسها. حتى انا ضد شيماء بعض الحركات النسائيه بالغت بالمطالبه بحريه المراه، يعني المراه لازم تبدا من نفسها، يعني من جواتها، يعني عرفتي؟ وبعدين لازم تؤمن المراه انه حريتها هي جزء من حريه الرجل، يعني لا تنفصل ليها العنصريه لا رجل ومراه. انا ما احب صراحه هذه. بعدين في دلائل كثيره شيماء، انا وانت جالسين باستوديو يعني ورانا رجال بالضبط، لازم يعني احنا ورانا يعني اسره، اب وزوج وغيرهم، لذلك والحمد لله وصلنا الان ان نقدم برامج ونقدم رسائل للمجتمع، ونحاول انه ايضا نكون يعني صله وصل بين المجتمع وبين الناس. والرجل دائما نادى بحريه المراه من ايام قاسم قصير، يعني من ايام قاسم امين، يعني من فتره طويله جدا، وهدى شعراوي فيجب الا ننسى انه الرجل والمراه كانوا دائما حريصين انهم ينادوا بحريه المراه، مش بس المراه. فهذه التفاصيل اعتقد جدا مهمه يعني، وزي ما خبرتك ثقافه المجتمع تحتاج لوقت. هي الان في تفاصيل يعني في طريقها للتلاشي، بس تحتاج دعم من المرأة وعمل أكثر من المرأة. نعم نعم، يعني احنا فعلا من خلال برنامجنا نتمنى انه احنا شوي يعني هناك رسائل وجهناها بشكل غير مباشر للمسؤولين، ونتمنى فعلا انهم يعني يركزوا على هذا الموضوع، لأن المرأة فعلا لها دور كبير كبير مثل ما قال الدكتور، انه هي الحل
الحنان، هي الحب، هي السلام بالبيت، هي الجو اللطيف اللي طبعا ترسمه بالبيت. فنتمنى انه فعلا يعني ما تمشيش بعيد شيماء. في قطر المرأة يعني قاعدة بصراحة يعني تصل لمناصب وتعتلف مناصب. الآن المرأة مدعوة لأن هي تشارك في الانتخابات. ترى هذا حدث، هذه شغلة كثير جميلة وحدث يعني كثير كثير كبير يعني. يجب أن تأخذ المرأة بعين الاعتبار، لأن هذه الفرصة لا تتوفر عند جميع السيدات، عند جميع النساء. في كثير نساء مقموعات في العالم العربي، فعندما تتوفر للمرأة القطرية أتمنى أن المرأة القطرية تستغلها بالشكل الجيد وتشتغل عليها بحيث أنها هي تستثمرها يعني لصالحها. نعم طبعا أكيد. هدى احنا بكرة إن شاء الله يعني